تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بداية لابد قبل أن تقدم الاسم وتقديم الاسم لابد من الثناء على النهضة الدولي بطبيعة الحال لمواكبتها الدائمة لكل قضايا الفعل التربوي والثقافي. حسن صابر رئيس مصلحة الشباب والرياضة بالمديرية الجهوية، باحث دكتور باحث في مجال السياسات الاجتماعية، أستاذ دائر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. بطبيعة الحال كانت المداخلة حول الأسس ضم المنطلقات الفكرية والمعرفية التي تؤثر حقل الدراسات في مجال التنشيط السوسيو-الثقافي والتنشيط السوسيو-التربوي، بدءا من الأسس الفلسفية والأسس السيكولوجية والأنثروبولوجية والسوسيولوجيا إلى علوم التربية بطبيعة الحال، عبر مسارات التاريخية التي رافقت نشأة وتطور المفهوم والبحث عن استقلاليته، وانتقالا إلى الحديث عن أصول وأسس التنشيط السوسيو-الثقافي وإلى أثر التجربة الاستعمارية الفرنسية على حركة الممارسات الثقافية في المغرب، وعلى التطورات التي رافقت إرساء المؤسسات الثقافية من خلال مجموعة من الباحثين والدارسين، كذلك ملامسة الأبحاث التي رافقت التنشيط السوسيو-التربوي في بحثه عن الاستقلالية، في قدرته على إضفاء الحيوية والجماعة الإنسانية، كما أشرنا إلى دور محطة الثقافة والتربية الشعبية التي كانت إحدى المنطلقات الأساسية في إرساء التنشيط السوسيو-الثقافي لكل الحركات والتنظيمات العمالية والثقافية والحركات الجمعوية والحركات العمل الثقافي التي رافقت هذا الفعل، إلى إحداث المؤسسات على منوال التجربة المغربية، والحديث أيضا على مختلف المعايير والمحددات التي توفر حقل التنشيط من مختلف هذه العلوم، سواء تعلق الأمر بحقل سوسيولوجيا التنظيمات أو سوسيولوجيا المؤسسات أو كذلك سوسيولوجيا الوقت الحر أو سوسيولوجيا التنشيط السوسيو-الثقافي أو سوسيولوجيا الثقافة بالدراسات الأنثروبولوجية الثقافية، أو ما يتعلق بنظرية التعلم والاكتساب بمختلف مستوياتها، من المدارس التحليلية إلى السلوكية إلى المعرفية البنائية، المعرفية السياقية والنظريات المعرفية التي تستقي معارفها من المجال النوروعصبي، وبالتالي إلى التطورات التي رافقت الحركة أو التطورات الرقمية التكنولوجية المتطورة أكثر بقدرتنا على المتابعة، والتي اقتضت أيضا إجراء تحولات في بنية التنشيط الثقافي التي نتح من مداخل علمية متعددة، وبالتالي إلى مساءلة راهنية واقع التنشيط الثقافي، انتقالا من التنشيط الثقافي إلى إشكالية الوقت الحر، إلى حضارة الترفيه كما أثرها ديمازودي، إلى الصناعات واقتصادية الثقافة التي تمليها التطورات الاقتصادية والاجتماعية. أحييكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.